صباح النور عليكم وعلى عيونكم. ده طبعا الجزر بالبرتقال اللي احنا عملناه امبارح، سيبناه في التلاجة مع السكر. شوفوا الميه، شوفوا الميه قد ايه. لما سيبناه مع السكر امبارح وجينا النهارده بقى عشان نعمله كده، فدي الميه اللي كانت موجوده فيه. هنحطه معانا هنا كيسين لبن وكيس كاستر، وهنحط معلقتين نشا. بس خلينا نقول كل حاجه في وقتها. دلوقتي هنحط الحله دي على النار ونسيبها تستوي مع بعض، وهرجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه. وده الخليط بعد ما نزلته من على البوتاجاز، شايفين؟ هسيبه يبرد وهضربه في الخلاط وهنشوف هنعمل فيه ايه. بس نسيبه يبرد عم نشرب كوبايه النسكافيه الجميله دي. هرجع لكم تاني بعد ما يبرد عشان نضربه في الخلاط، ولا اقول لكم هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني، بس بعد ما يبرد. اهم حاجه بعد ما يبرد بس. وده بعد ما خلطت المكونات هصفيها عشان لو في اي شوائب ولا حاجه. وهرجع لكم تاني. دلوقتي ده الخليط بعد ما صفيناه هنحط عليه كده لبن، ده اول كيس. الكيس 500 مللي، احنا هنحط كيسين. ثواني كده اهو. وده تاني كيس وده تاني كيس هنحطه. وهنحط كيس فانيليا، وهنحط كيس الكاستر اللي انا وريته لكم. وهنحط كمان معلقه نشا ونقلب. هقلبهم وارجع لكم تاني. هحطها على النار بقى بعد ما قلبت كل المكونات فيها وارجع لكم. دلوقتي ده كده هقول لكم بقى. دي كده كونت عندنا مهلبية الجزر والبرتقال. شوفوا كده انا طلعتها من البوتاجاز وهبدأ احطها في هبدأ كده احطها في الاطباق كده. هعبيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال. ودلوقتي ادي المهلبيه، صدقوني مفيده جدا وطعمها والله العظيم اكتر من روعه. يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه هي جميله. فجربوها
هتعجبكم جدا. دلوقتي دي المهلبيه بعد ما حطيناها في الاطباق بتاعتها. هقول لكم نعمل ايه تاني دلوقتي. هنجيب كده شرايح برتقان ونحطها كده على الوش كمنظر جمالي يعني كده. صدقوني هتعجبكم جدا، جربوها وحاجة مفيدة لأولادنا وهتعجبهم كمان. شوفوا ده شكلها النهائي، بجد حاجة جميلة وبألف هنا وشفا.